السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. ما عملتش فيديوهات بقالي كتير، وجيت لكم النهاردة بحلقة جميلة جدا جدا. هنعمل مع بعض دكر البط القمر ده، ومعاه كده حلة محشي جميلة جدا جدا. طبعا عندنا الدكر ده انا كنت جايباه من ناس قرايبنا كده، وعندنا الورق كنت مخزناه ومفرزاه في الفريزر يعني جاهز. طريقته سهلة جدا. وده الشبت على كزبرة، ودي طماطم اهي كنت عاملاها برضو مجهزاها، مجهزة كل حاجة. والبهارات بتاعتنا بتاع المحشي، والفلفل اسمر وكمون وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر. والرز كنت غاسلاه برضو ونقعاه وصفيته. والبصل بتاعنا طبعا كلنا عارفين ان المحشي بيحب البصل والخضرة. احلى حاجه فيه تكتري الصلصه بتاعته وتظبطيه، بيبقى جميل جدا جدا. اول حاجه بنصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بننزل البصل بتاعنا في الكبه كده عشان نفرمه نص فرمه. ممكن نعمله على ايدينا وممكن نبشره في المبشره. فانا قلت اعمله كده في الكبه على السريع كده، ايه، نص فرم، ما اعملوش قوي. طبعا المحشي ما تفرموش البصل بتاعه قوي عشان ما ينزلش الميه، بيبقى فرم بسيط كده. طبعا عندنا الحله بتاعتنا بنحط فيها الماده الدهنيه ومعلقتين سمنه كبار. طبعا المحشي كل ما يكون سمين كل ما طعمه بيبقى اجمل واجمل. طبعا هنا يا حبايب قلبي برضو جبت 4 قوارب زبده كده، حطيتهم ضفتهم مع الايه، مع السمنه والزيت عشان يدي طعم جميل للمحشي. ولو في سمنه بلدي حطي، مفيش خلاص مش مشكله. بننزل هنا بقى يا حبايب قلبي بالبصل في المادة الدهنية بتاعتنا بعد ما سخنت قوي كده اهي. وبنقلبه بقى لحد ما يصفر صفار خفيف كده. طبعا ما عدناش دلوقتي زي زمان بنسبك التقالي كده زي الأول عشان التعب والقولون وكده، فبنصفر البصل بس مش أكتر. نزلت هنا بمعلقة توم مهروسة كبيرة. طبعا كلنا مخزنين التوم ومفرزينه. كل حاجة بتبقى جاهزة، بتسهل علينا الشغل على طول وما بتاخدش معانا وقت في المطبخ، معروفة. هنا البصل بعد ما اصفر كده واداني الدرجة دي اللون اللي انا عايزاه كده، انا ما عدتش عايزة بقى احمره اكتر من كده. بجيب الصلصة بتاعتنا وبننزل عليها. طبعا أنا الصلصة دي انا عاملاها ومجهزاها في التلاجة لأي ظروف، لأي حاجة، علشان لما يكون عندي ضيف او اي حاجة ما اخدش وقت في الطبيخ. ما شاء الله الطماطم كانت حمرا وجميلة جدا. وبننزل عليها هنا يا حبايب قلبي بالبهارات اهي زي ما انتم شايفين. البهارات المحشي كتري بهارات المحشي بتبقى جميلة جدا جدا. لما تكون البهارات جميلة كتير بيبقى المحشي جميل. عندنا حاجة أصلا بتتباع اسمها بهارات المحشي، دي بتخلي طعمه جميل جدا جدا. هنا وغطيتها وسبتها تتسبك، وبعد ما اتسبكت بقت بالشكل الجميل ده اهيا. بقت جميلة جدا جدا، اتسبكت خالص اهيا. بنسيبها بقى يا حبايبي ايه، تبرد كده شوية. شايفين تقيلة وجميلة ازاي؟ ايوه تقيلة كده، ما فيش فيها مية ولا اي حاجة. بنسيبها بقى تبرد وبنشوف هنعمل ايه بعد كده لما هي تكون بردت. ما شاء الله ما شاء الله تقيلة جدا جدا، وكانت عاتية للمحشي لون احمر وجميل جدا. بنيجي هنا بقى يا حبايب قلبي بعد كده بنجيب الرز بتاعنا ننزله في البولة بتاعتنا اللي هنحشي فيها. يكون بولة غويطة عشان تعرفي تقلبي المحشي كويس مع الخضرة مع الصلصة، وتعرفي تتحكمي في التقليب شوية بإيدك عشان ما يخرجش بره الطبق. البولة دي غويطة جدا، بتاخد لها حوالي 4 كيلو رز. وهنا الخضرة بتاعتنا نزلتها على الرز اهي. برضو المحشي بحب الشبت كتير، يبقى كتير عليه بيديله طعم جميل جدا جدا. ما تبقاش الخضرة بتاعته قليلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا بنزود الخضرة يا حبايبي كده كمان، يعني لقيتها قليلة فأنا كان عندي الخضرة ما شاء الله كتير قوي فزودتها كمان معاكم كده. طبعا التقلية بتاعتنا بعد ما بردت الصلصة اهيا بننزل بيها، حتى لسه ما بردتش قوي برضو. انا مستعجلة كده عشان عندي ضيوف وعايزة اخلص بسرعة. فنزلت بالصلصة كده على المحشي، على رز المحشي اهون. وبنبتدي بقى يا حبايبي نجيب المعلقة الخشب بتاعتنا ونقلب بيها، لان الصلصة لسه سخنة ودرجة حرارتها مش هتستحمل ايدك فيها. هنا بعد ما اتقلبت قوي حلو يا حبايبي بقى بايدي كده، انا شلت المعلقة وكملت بايدي
كانت بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفينها. بنفرش بقى كده في الحله بتاعتنا اللي هنحشي فيها شرايح بصل وشرايح فلفل اخضر وشرايح ليمون وشرايح طماطم. دي بنحطها كده في ارضيه الحله قبل ما نحشي علشان المحشي بتاعنا ما يتحرقش. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله الورق كان متفرز في الفريزر جميل جدا جدا، وسمين وجميل زي الزبده ما شاء الله. انا احب كل حاجه عندي في الفريزر جاهزه علشان ما تاخدش معايا وقت. وبنحشي بقى يا حبايبي كده وبنرص المحشي يوان زي ما انتم شايفينه. ممكن تحطي برضو في ارضيه الحله ورقتين خضر تقال كده او كبار ان هم تفرشيهم في الحله، لو مش حابه تحطي شرايح بصل او طماطم او حاجات من دي، بس دي بيدي لها طعم جميل جدا جدا. بنحشي طبعا ارضيه الحله كده اللي هو الدور الاول ده معروف اللي هو بيترمي طبعا بيتحرق، فبنحشيه كله اخضر الاول ما بنحطش فيه ابيض. وبعد ما بنفرش ارضيه الحله دي بنبتدي نعمل الورق الابيض بقى. طبعا كلنا ستات بيوت شطار كده وبنعرف نحشي ما شاء الله. هنا بعد ما خلصت الحله بتاعتنا انا ما عدتش عايزاها تاخد اكتر من كده عشان نحط عليها الشوربه بتاع البطه. وهنا قطعت عليها شرايح فلفل احمر. ودي كان شكلها بعد ما اتحشت ما شاء الله كل المحشي شكل بعضه وقد بعضه ما فيش صابع اكبر من صابع. بندخل هنا بقى يا حبايب قلبي على البطه هنعمل لها الحشوه بتاعتها. انا هنا بحب احشي البطه بتبقى جميله جدا جدا. طبعا الحشوه سهله جدا. بعمل لها رز بتعملوا لها مثلا فريك زي ما انتوا عايزين، وبنعمل لها بصل وفلفل اخضر وطماطم ده بنعمله برضو في الكبه اهون، وقرن شطه كده حراق وقرن شطه احمر كان مخلي ما شاء الله الحشوه بتاع البطه طعمها جميل جدا جدا. هنا يا حبايب قلبي البهارات بتاعتها برضو نفس البهارات فلفل اسمر كمون بابريكا ورق لوري كل ده البهارات كلها بتبقى واحده. هنا اول حاجه يا حبايب قلبي نزلت بالماده الدهنيه بتاعتنا ونزلت بالرز. طبعا لو عايزين تبدلوا الرز ده بفريك مفيش اي مشكله خالص، وممكن تضيفي عليه شعريه برضو ولسان العصفور او تعمليه بشعريه مع لسان العصفور من غير رز خالص. هنا بعد ما الرز اصفر كده وادالنا درجه صفار حلوه جميله جدا بنزل عليه بالفلفل الاخضر والطماطم والبصل اللي انا ضربتهم مع بعض في الكبه. وبنستمر كده يا حبايب قلبي بقى في التقليب لحد ما تحمر معانا كده وتديلنا اللون الجميل اللي احنا عايزينه، ونحط عليها البهارات بتاعتها. هنا عندنا كمون والسبع بهارات وفلفل اسمر وبابريكا وورق لوري برضو بضيفه وفصين حبهان مطحونين او فصين حبهان سلام. وهنا يا حبايبي الملح نزلت بيه وبنقلب بقى البتاعه بتاعتنا اللي هي الحشوه دي. ضفت لها طبعا كوبايه ميه صغيره او نص كوبايه ميه علشان تستوي فيها كده عشان ما تاخدش وقت وتتحرق مننا على النار. وهنا بنستمر في التقليب عشان البهارات وكل حاجه تدخل في بعضها. حبيت اضيف كمان يعني معلقتين ميه صغيرين ما نكترش عشان ما تعجنش. وغطيتها طبعا وسبتها تستوى كده مع بعضها وما شاء الله. هنا بعد ما استوت وكانت بالشكل الجميل ده مش عايزه اقول لكم الريحه تحفه تحفه ماليه المكان والطعم كان اجمل واجمل. وممكن تعملي الحشوه دي طبق عادي تحطيه على السفره عادي جنب الاكل، مش شرط ان انت تعمليه حشوه تحشي بيه بط او فراخ او اي حاجه. بنيجي هنا بقى يا حبايبي كده طبعا البطه دي كانت مغسوله ومنقوعه ونضيفه جدا جدا. بنفتح كده البطه من تحت كده ونحاول نحشيها هون حشوة جميلة ما شاء الله ريحتها جميلة جدا جدا. والحلقة كلها جميلة يا حبايبي ما شاء الله كانت سريعة وحلوة قوي والأكل كان طعمه خرافي. هنا بعد ما حشيتها يا حبايبي بكتفها طبعا شيء طبيعي ان انا لازم اكتفها علشان الفخذ بتاع البطة ما يخلاش من اللحم طبعا من السوى في الحلة. وعندنا هنا لو عندكم خلل سنان بنقفل بخلة السنان او بنخيطها بإبرة بخيط، لكن انا عندي هنا خلة الشيش طاووق الكبيرة دي. عود الشيش طاووق ده كان موجود عندي هو كبير جدا فانا قسمته حتتين وبدكك بيه ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين اهون. بقفل بيه البطه ما شاء الله بيجيب البطه من اولها لاخرها.
لان البطه طبعا بتبقى كبيره عن الحمام وعن الفراخ. لو بتحشي فراخ بلدي بتعملي بخله سنان، لو بتحشي حمام، انما كده ما شاء الله خله اللي هي الشيش طاووق بتبقى جميله، لانها بتاخد الدكر البط من اوله لاخره. وهنا اتقفل كويس زي ما انتم شايفين عشان الرز ما ينزلش منه. الحله بتاعته بقى كنت مجهزاها هنا على النار، وحاطه فيها معلقه سمنه صغيره، ونزلت بالدكر البط بتاعنا في الحله. بنحط بقى الحاجة بتاعته اللي هي الجناحة الكبدة والقنصة والحاجة بتاعته كده يا حبايبي اهي جنبه. احنا طبعا بنحب ناكل الحاجات دي قوي قوي، بتبقى جميلة جدا. وهنا برضو البصل بتاعنا، وبنضيف عليه كمان الفلفل الأسمر. مش هنحط ملح دلوقتي برضو لأن أنا مش ضامنة هيغيب في السوي ولا ايه، فدايما الملح تحطيه في الآخر مع اللحمة ومع الفراخ ومع الحاجات دي، بيفضل آخر حاجة بعد ما تستوي كده تقرب تستوي بنضيف لها الملح. عندنا هنا فصين حبهان وفصين مستكة، طبعا فتحتهم كده ببقي وحطيتهم عليها. وهنا ورق اللوري، واللي حطينا طبعا الفلفل الأسمر. وبنهدي عليها بقى يا حبايب قلبي كده النار، وبنغطيها بالغطا بتاعها ونهدي النار ونسيبها بقى تعيش كده مع نفسها اللحظة. وبعد كده بنضيف عليها المية السخنة كده بعد ما استوت حوالي، يعني خدت مع بعضها كده يجي ربع ساعة. انا جبت لها هنا مية سخنة بتغلي، وقمت نازلة بيها عليها اللي هي الشوربة بتاعتها، عشان نسيب الدكر البط بقى كده ما شاء الله ريحته تحفة تحفة، يتعايش مع الشوربة بتاعته ويستوي كده براحته. هنا طبعا يا حبايب قلبي يعني بعد ما الدكر البط قرب يستوي كده، انا خدت منه هنا بولة شوربة كده عشان اطبخ المحشي بتاعي بالشوربة، بيبقى جميل جدا جدا، خاصة لما يكون مطبوخ بشوربة البط او شوربة الفراخ او اللحمة. لو ما فيش بنضيف عليه مكعبين مرق الدجاج. هنا انا ما ضفتش لانه شوربة البطة مع ما شاء الله سمينة وجميلة قوي. بناخد بقى الحلة بتاعتنا كده ونهزها كويس جدا جدا لحد ما الشوربة تتغلغل بين المحشي وبعضه، علشان كل المحشي يستوي كده مع بعضه في وقت واحد. طبعا لازم تهزيها خالص خالص لحد ما المحشي يشرب الشوربه. هنا المحشي شرب الشوربه بتاعتنا. جبت كمان بوله صغيره ضفتها عليه كمان، يعني بعد ما تغلغل كده الشوربه جواه بنجيب كمان بوله وبنحطها عليه لحد ما ياخد الشوربه اللي هو عايزها ويكتفي بيها. هنا خلاص كده يا حبايب قلبي ما عدتش عايزه اضيف له حاجه. هنا ولعت عليه النار هنا وخلصته على النار. وبعدين والمحشي كده على النار جبت الدكر البط بتاعنا كده بعد ما استوي، جبت له معلقتين صلصه وحبايه طماطم وضربتهم مع بعض في الخلاط، وحطيت عليه بهارات فلفل اسمر وكمون ومعلقه زيت. وبدهن وش الدكر البط بتاعنا كده قبل ما احطه في الفرن يتحمر، ولو عايزين تحمروه في الزيت مفيش مشكله. هنا بعد ما دهنته كويس قوي، انا هنا كنت مشغله الفرن الشوايه بتاعتنا وحطيته اتحمر ما شاء الله. هنا المحشي انا قلبته بسم الله ما شاء الله، كان جميل جدا وواخد شكل الحله بتاعتنا مدوره وجميله جدا جدا. وده دكر البط طبعا هو اتحمر قوي، انا سبته اتحمر قوي لان كنت مكتره عليه الصلصه. وهنا في نهايه الحلقه بتاعتنا كان الاكل بتاعنا طالع بالشكل الجميل ده. المحشي شكله ما شاء الله يفتح النفس، ودكر البط كمان، ودي احلى اكله كلنا بنحبها يا حبايبي زي ما انتم شايفينها جميله جدا جدا. وهنا لو الحلقه بتاعتي عجبتكم ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.